وهددها وقال لها انا عايز ابقى انا اللي معاكي بدل الرجاله اللي بيجوا البيت. انت بتخوني جوزك، وانا لو ما سمعتيش كلامي هفضحك واقول للناس كلها انك بتدخلي رجاله بيتك. تفتكري ممكن انك تعمل لحد لدرجه انك تعتبره زي ابنك وتصحى في يوم تلاقيه مش بس خان، لا ده دمر حياتك كلها. جريمه بشعه هزت مصر كلها في 2009، واللي عملها للاسف كان اقرب الناس. يا ترى ايه اللي خلاه يرتكب الجريمه البشعه دي؟ ده اللي هنعرفه في قضيه النهارده. اهلا بيكم، انا الكاشف، وده برنامج عبره في حكايه. وليد عبد العزيز ولد بسيط من القليوبيه وعنده 16 سنه، من اسره فقيره. الظروف الاقتصاديه عندهم كانت صعبه جدا، عشان كده هو اكتفى بالدبلوم وما كملش تعليم. كان شغال في اي شغلانه تجيب فلوس، يوم يشتغل في قهوه ويوم في مطعم ويوم في البنا، وما كانش بيقول لا لاي حاجه تجيب فلوس. لكن جوه قلبه كان عنده حلم انه يسيب الفقر ويبقى غني ويبني لنفسه اسمه ومستقبل. وليد فكر وقال الفرص في القاهره اكتر، ولو رحت هناك يمكن احقق حلمي. اهله اتخضوا عليه وقالوا له انت لسه صغير، ازاي هتعيش لوحدك في مدينه كبيره زي دي؟ لكن هو طمنهم وقال لهم ما تقلقوش، هروح عند خالتي صبرا وهسكن قريب منها. وفعلا لم هدومه وسافر على القاهره. ومن هنا بدأت القصة. لما وصل هناك لقى خالته وجوزها الحاج سيد مستنيه. خالته كانت متجوزة واحد أكبر منها ب25 سنة، راجل تاجر غني عنده محلات في فيصل. استقبلوا وليد استقبال حلو جدا واعتبروه فعلا زي ابنه. الحاج سيد كمان أجر له أوضة قريبة منه عشان يبقى قاعد لوحده مرتاح. وليد بدأ يدور على شغل. في الأول اشتغل بقى متجول، وبعدين في قهوة، لحد ما لقى فرصة العمر، شغل في محل عصير. اشتغل بجد وكان مجتهد جدا، لدرجة إن صاحب المحل اعتمد عليه في كل حاجة لغاية الفلوس والحسابات. لكن هنا بدأ شيطان وليد يظهر. بدل ما يكون أمين، بدأ يزور في الدفاتر ويسرق من أرباح المحل. شوية بشوية جمع فلوس كتير من السرقة دي، وساعتها وليد بقى عنده طموح أكبر. راح للحاج سيد وقال له حاج سيد، إيه رأيك نفتح محل عصير جديد مع بعض؟ الحاج سيد قال له أنا ما بفهمش يا ابني في المجال ده. لكن وليد كان شاطر جدا في الإقناع، لحد ما وافق الحاج سيد. وفعلا فتحوا المحل سوا، والحاج سايب له كل حاجه. لكن وليد استغل الثقه دي وفضل يسرق ويزور زي ما كان بيعمل قبل كده، بس هو كان شايف ان عنده محل الخاص بيه. الاسم اسم مشاركه، لكن في الحقيقه هو شايف ان هو ملكه هو. وفي سنه 2006 الحاج سيد جات له ازمه قلبيه واتنقل المستشفى. وليد اتخض جدا، بس مش على الحاج سيد، لا، خاف على نفسه، لانه عارف ان الراجل ده لو مات ولاده هيجوا وراجعوا الحسابات، وساعتها كل اللي سرقه هيتكشف. بس اطمن شويه لما عرف ان الحاج سيد قام بالسلامه. لكن فكره الموت ما سابتوش، وقال لنفسه دي ممكن تكون اخر مره، انا لازم الاقي لنفسي حل قبل ما يسيبني ويفضحني. وليد راح لخالته وقال لها اقنعي جوزك يكتب نصيبه في المحل باسمي، عشان لو مات ولاده مش هيدوكي حاجه. خالته رفضت وقالت له ازاي اقول له حاجه زي كده، هو لسه خارج من ازمه قلبيه. هنا وليد قلب الترابيزه عليها وهددها وقال لها انت بتخوني جوزك، وانا لو ما سمعتيش كلامي هفضحك واقول للناس كلها انك بتدخلي رجاله بيتك. صبر خافت جدا واضطرت توافق وتلح على جوزها يكتب المحل باسمها. وفعلا الحاج كتب لها نصيبه، وبعد فتره مات. بعد وفاه الحاج سيد وليد بقى بيزور خالته كتير، كان بيديها الارباح. لكن مع الوقت بدا الشيطان نفسه يسيطر عليه اكتر، وكذب الكذبه وصدقها، ووهم نفسه انها بيجي لها رجاله البيت، وبقى بيتغاظ من الفكره دي انها بتستقبل رجاله تانية في البيت، رغم الناس كلها شاهدوا انها ست محترمه وما شافوش حاجه وحشه منها. وفي 2009 وليد قرر يعمل جريمه بشعه. دخل على خالته وقال لها بكل وقاحه انا عايز ابقى انا اللي معاكي بدل الرجاله اللي بيجوا البيت. خالته اتصدمت وافتكرته انه بيهزر، لكن بعد ما شافت عينه عرفت انه بيتكلم بجد. رفضت وقالت له رجاله ايه يا ابني، بس ما لحقتش تكمل كلام. هجم عليها وضربها وهددها لو ما عملتيش اللي بقول عليه هفضحك. للأسف خافت من الفضيحة واستسلمت، والجريمة حصلت، جريمة زنا محارم بين الواد وخالته. بس اللي حصل بعد كده كان أبشع. وبعدها بشوية قعدوا في الصالة، مفيش كلام ومفيش نظرات. كان ممكن يبقى فيه ندم، لكن هو مندمش. طلب منها يكرر نفس اللي عمله تاني، وللأسف استسلمت برضه تاني. هنا وليد حس انه ورط نفسه وقال لازم اخلص منها قبل ما تفضحها.
وقف قدامها وقال لها بكل برود انا هقتلك. وفعلا بعد ما خلص كلمته مسكها وخنقها وهي بتصرخ وتترجاه وتقول له مش هقول لحد، لكن هو اصر وخنقها لحد ما ماتت. مش كفايه كده؟ لا، دخل المطبخ وجاب سكينه وطعنها 20 طعن عشان يتاكد انها ماتت، وبعدها رش بنزين في الشقه كلها وولع فيها النار وسرق فلوسها وذهبها وهرب. هو افتكر ان هو كده خبى جريمته، بس الشرطه عرفت تقبض عليه، ولما اتحقق معاه اعترف بكل حاجه. الصدمه الاكبر ان كل الجيران واهل المنطقه قالوا ان صبرا كانت ست محترمه جدا ومفيش اي كلام عن رجاله او خيانه. يعني كل اللي قاله وليد عن خيانتها كان مجرد كذبه عشان يخفف الحكم عليه. لكن العداله اتنفذت وحكمت المحكمه عليه بالاعدام. الشيطان لما بيدخل قلب البني ادم بيخليه يبيع دينه واخلاقه وانسانيته. الجريمه دي جمعت ما بين السرقه والخيانه والزنا والقتل والحرق كلها في انسان واحد. انا عايزكم تقولوا لي رايكم في التعليقات في وليد. تفتكر هو شيطان اصلا من الاساس، ولا الشيطان لعب بعقله وسيطر عليه وخلاه عمل كل دوت؟ ولو كنت مكان صبرا كنت هتتصرف ازاي؟ اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج عبره في حكايه. سلام عليكم.